مساء الخير البنات، مرحبا بكم. واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل كل شيء، قبل ما نبدا نقول لكم الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا، هذه هي الحقيبه اللي بنيناها في الجزء الاول. طبعا انا وريت لكم الجزء الاول وهذا الجزء الثاني باش نوصلوا لهذه النتيجه الرائعه. يعني حقيبه خفيفه وكذلك عمليه نحتاجها يعني في كل وقت. شوفوا البنات، انا كملت الخدمه هنايا كما وريت لكم في الجزء الاول. نبقاو نفس الخدمه، ولكن خليتكم الطريقه الاخرى باش نزيد نذكركم ونزيد نركز معكم. يعني الطريقه كيفاش تخدموا، خاصه المبتدئين. دائما انا نركز على المبتدئين، لانه وحده اللي متعوده تخدم المكرمي راح يجيها سهل. اول ما نخدم الطريقه الاولى خلاص تقدر تخدم الصاك وتكمله، بس المبتدئين احيانا يجيهم شويه صعيب. شوفوا، احنا نفس الطريقه اللي خدمنا، يعني ذاك الطريقه الثانيه. شوفوا كما خدمنا الطريقه الاولى ومن بعد خدمنا الطريقه الثانيه تقريبا نفسها كامل. نبقاو الطريقه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، يعني نفس الطريقه على حساب الحجم. شوفوا هنايا راح نزيد، هنايا درتكم هنايا بالبطيء باش نزيد نذكركم، واللي مازال يعني ما استوعبتش الطريقه هنايا تستوعب معنا. كما كنتم تشوفوا انا نعمل معكم في البطيء. شوفوا هنايا راني نخدم، شديت الخيط من الجهه اليمنى وجبته للجهه اليسرى وراني هكذا. شوفوا هنايا ندير الخيط المره الاولى ونزيد نعقد المره الثانيه بالطريقه هذه. يعني طريقه محتاجه فقط تركيز، طريقه سهله وبسيطه. كما راكم تشوفوا هنايا نزيد نروح هنايا الجهه اليسرى. شوفوا خدمت هذه الطريق، هذه هي الطريقه اللي رانا نخدموا فيها هنايا. شوفوا، ونجي الطريقه اليسرى او عفوا نجي الجهه اليسرى نرفد خيط الاول كامل ونجيبو الجهه اليمنى ونبدا كذلك نركب عليها الخيوط الباقيين. شوف الطريقه هذه، يعني نفس الطريقه اللي وريت لكم في الجزء الاول. شوفوا كما نزيد نذكركم، هنا نخدم بالبطيء باش نزيد نذكركم وتجيكم الخدمه سهله. انا ماذا بيا بكل صراحه، ماذا بيا كي نوري لكم حاجه تقدروا تجيكم سهله وتقدروا تتعلموها. ماذا بيا كامل البنات يتعلموا الحرفه، وحتى النساء خاصه الماكيثات في البيوت يقدروا يتعلموا الصنعه ويقدروا كذاك يعاونوا رواحهم. اذا ما يخدموا لرواحهم قبل، واذا كذاك يعاونوا رواحهم، يعني يقدروا يبيعوا من الدار لا فامي للجيران، ويدخلوا يعني يصير عندهم راتب شهري او يدخلوا مصروفهم اليومي. شوفوا هنا بالطريقه هذه نبقى هكذا نركب الخيوط، نروح الجهه الاخرى نفس الطريقه، ونبقى نكمل هكذا الخدمه تاعي. طبعا الخيط تاع المكرمي كاين عده انواع، يعني نقول لك الصراحه المنطقه اللي انا في هذا والنوع فقط اللي لقيت، ما لقيتش الانواع الاخرين، ولكن في انواع اخرين ممكن تلقاوهم جهه العاصمه. تروحوا جهه العاصمه والله ذوك اللي يبيعوا طبعا لوازم الخياطات تلقاو الخيط تاع المكرمي. تقدروا تشوفوا انواع اخرى تاع الخيط، ولكن انا بصراحه هذا هو اللي متوفر في المنطقه تاعي، اللي نخدم غير بالخيط هذا. اذا توفر عندي الخيط الثاني اللي راهو متوفر في الاسواق رايحه نزيد نوريكم نخدم لكم به. شوف بعد ما كملت انا الطرق شحال يبقاو لنا. شوفوا هنا يبقاو لنا 6 خيوط، بجهه جانبنا 3 والجهه اليسرى 3، ونخدموا الغرزه المسطحه. طبعا نخدموا هذوك 4 خليهم كامل للداخل هكذا، يدخل الغرزه المسطحه بالطريقه هذه، ندخلوا كامل هكذا الطريقه هذه الغرزه مسطحه. نظن هنا هكذا واضح، الخدمه تاعي راهي واضحه. ودوكايا نروحوا لهذا الخيط نشدوه، الا كنت تشوفوا لي شديته هكذا، ونبدا نركب عليه كامل الخيوط. هنا نركب عليه 6 خيوط، طبعا عفوا 5 خيوط، لان راح هنايا رانا نخدموا ب 12 خيط، 6 الجهه اليمنى و6 الجهه اليسرى. شدينا الخيط الاول ونبقى ب5 راح نركبهم كامل على هذاك الخيط اللي راني شديته هاك بالطريقه هذه.
راح نشد الخيط الثاني ونركب باقي الخيوط عليه. ونكون هنايا هذه كملتها، ونروح اللي قدامها نزيد نخدمها بنفس الطريقه اللي خدمت كامل. شوفوا البنات، هنا زربت لكم، انا نزرب في الخدمه باسكو وريت لكم كما نقول لكم، وريت لكم الجزء الاول في الجزء الاول الطريقه، وزدت هنا يعني درتها لكم في البطيء باش هكذايا يبان لكم هكذا، باش يعني ما نطولش عليكم الفيديو. لقات يعني هكذا بالبطيء راح الفيديو يشد لنا حتى عده ساعات او ممكن ايام.
شوفوا البنات انا كملت هذيك الطريق. هنايا الطريق الاخرى، هذه هي الطريق الاخرى اللي كملتها معكم. طبعا هنايا دوك نشوفوا كيفاش راح نغلقوه. طبعا ما راح راح نخليهم هكذا، وكذلك انا مانيش راح ندير لي نوبلا. تقدروا نتوما تغلقوهم بلي نوبلا، ولكن انا فضلت نغلقهم بطريقه من هذه الغرزه اللي راني نخدم بها. طبعا هنا شوفوا هنا كيفاش راني نخدم. نشد هنايا الخيط الاول نركب كامل الخيوط، الطريقه هذه ركب كامل الخيوط، ونجي ثاني الطريقه الجهه اليمنى عفوا راح اركب كامل الخيوط الطريقه هذه. شوفوا وهنايا الطريقه الثانيه. شوفوا خليو هذو طبعا راح نزيدو خليو خيط من الجهه اليمنى والخيط من الجهه اليسرى. طبعا يبقاو هنايا 4 خيوط، ونعاود نركب هذوك الخيوط 4 على الخيط هذاك اللي نجيبوه من الجهه اليمنى هكذايا. شوفوا هنايا هذاك الخيط ما نخدموهش كما راه واضح معكم في الصوره، ونجي الجهه اليسرى كذلك نفس الطريقه هكا هكا. نزيدو كذاك نخليو خيط الجهه اليمنى وخيط الجهه اليسرى، ويبقاو لنا 2 خيوط، يعني المجموع 4 خيوط هكذا. هكذا نتحصلوا على نصف مثلث هكذا الطريقه هذه. شوفوا يجيو هكذا مصوبين، يجيو في ميزان واحد. وراح نكمل الخدمه كامل نخدمهم هكذا حتى نكمل كذلك هذه الطريق حتى نكملها ونكونوا هنايا يعني خلاص حنا غلقنا الصاك تاعنا. ونبقاو كذا كيفاش نغلقوه في يعني نغلقوه وكيفاش نخيطوه. شوفوا البنات سبق وقلت لكم كي خلصنا الخيط طبعا راح نزيدوا خيط ونشدوه بالبريكين نحرقوه ونلصقوا الخيط في بعضهم. ولكن ملاحظه دائما قلتها لكم في الجزء الاول، كي نلصقوا هكذا الخيط دائما هذاك اللي لصقناه ندخلوه لداخل، يعني ندخلوه لداخل الصاك ما خليوهش على الوجه. اذا خلينا على الوجه طبعا راح يخسرنا المظهر تاع الصاك تاعنا. حنا ندخلوه لداخل ومن بعد نخيطوا له دبلوغ راح يكون كلش لداخل ما يبانش. طبعا نبقى نخدم هكذا كامل ديما نخلي خيط الجهه اليمنى والخيط الجهه اليسرى ونركب باقي الخيوط هكذا. شوف كيفاش راهي تجي الخدمه تاعنا. شوفوا بعد ما كملتها شفتوا كيفاش راني كملتها كامل. شوفوا هنايا بعد ما كملتها نجي طبعا نخدم لي نوبلا، نخدم طريق او 2 تاع لي نوبلا باش من بعد نفصلوا القاعده تاع لي صاك او الحقيبه تاعنا. شوفوا البنات هنا بعد ما كملت الطريق الاولى تاع لي نوبلا نزيد الطريق الثانيه هاك بالطريقه هذه. شوفوا انا درت هنايا غير 2 طرق.
تقدروا ديروا حتى 3، ولكن أنا فضلت زوج باش نبقى لنا باش يبقى لنا هذا الموتيف يبقى يظهر، ما يغطيش عليه لي نوبلا، باش يعني يعطي لهم مظهر شباب كما شفتوا في البدايه. وريت لكم في البدايه كيفاش خرج معنا لي صاك تاعنا باش يعطينا يعني مظهر شباب. شوفوا من بعد ما كملتو هنايا انا نحيته من هذيك المخده اللي نخدم عليها. شوفوا هنايا جو نفصل القاعده. كيف نفصل القاعده؟ اول حاجه يعني نحوز الوسط تاع لي صاك تاعنا باش هكذايا نحدد القاعده تاع الصاك. شوفوا هنا شديته هكذا، طبقته، شديت هكذايا هذو المثلثات درتهم على بعضهم، لان سبق قلت لكم درت 14 مثلث. جهه يجونا فيها 7 والجهه الثانيه يجونا كذلك 7، ولكن نشدوه من الوسط. نشدو لي نبلا ديك تاع الوسط ونتبعوها لي نبلا باش ما يجيناش معوج، يعني نتبعوها حتى تبقى لنا لي نبلا اللي مقابلتها الاخرى كامله. شوفوا هذه اللي نبلا جات مقابلتها، نعقد هكذا باش نحسب باقي. شوف هكذا يزيد نروح الجهه الثانيه باش نحدد لي نبلا هكذا الطريقه هذه. هكذا شديت لي نبلا ديك تاع الفوق، ومن بعد نروحوا للاسفل ونشدوا كذلك لي نبلا ديك اللي مقابلتها. هكذا ركزوا، يعني ركزوا على كي تقسموا هكذا الصاك، ركزوا مليح باش من بعد ما يجيكمش معوج. شوف هنايا انا هنايا درت 6 لي نبلا هنايا. شوف شحال حسبت، انا حسبت هذيك الاولى. شوف 1 2 3 هنا 3 هنايا لهذه اللي راني نحط صبعيه هنا راح من بعد نخدم فيهم لي نبلا. تقدروا نتوما ديروا 5 وتقدروا ديروه اكثر، ولكن هذا الحجم انا حبيته هكذا ندير فيه 6. من بعد انا شديت 3 من الجهه اليمنى ونشد 3 من الجهه اليسرى، وهكذا يكونوا شديت 6، لان العقده الاولى ديك تاع الوسط. هكذا هذا هما اللي نخدموا بهم القاعده. هكذا سبق وقالت لي وحده كتبت لي يعني تعليق وقالت لي ورينا الطريقه كيفاش نغلق لي صاك. شوف اختي انا كامل لي صاك اللي هبطتهم وريت الطريقه تاعهم، وفيه واحده يعني وريت بالتفصيل، يعني درتها على الباطئ وريت بالتفصيل كيفاش ندير القاعده. ولكن هنايا زدت عاودت لكم هذه المره في هذه الحقيبه، زدت عاودتها باش نوريكم يعني بالتفصيل الطريقه كيفاش تغلقوا القاعده او تعملوا القاعده تاع الصاك، وكيفاش تغلقوا وكيفاش تخيطوه. نزيد كذلك الجهه الثانيه نفس الطريقه، نحسب هكذايا ونشد العقده هكذا باش ما يروحلناش من بعد ما يتخلطوناش الخيوط. وباش تتاكدي باللي راهم كيف من بعد كي ديري هذو العقادي عاودي احسبي لي نوبلا باش يجيو لي نوبلا الجهه اليمنى والجهه اليسرى يجيو كيف يعني قد بعضهم، هكذا تتاكدي باللي الصاك تاعك راهو مصور. طبعا هنايا نخلي هذوك 4 خيوط اللي عقدناهم ونجيو نخدموا هنايا لي نوبلا تاعنا هكذا بالطريقه هذه. حنا رانا نزيد نذكركم راني نفصل في القاعده تاع الصاك تاعنا هكذا بالطريقه هذه. هكذا ونبقى نخدم هكذايا.
شوفوا انا عاودت ركبته، يعني جاني واعر، عاودت ركبته في المخده اللي نخدم عليها. شوفوا من بعد ما درت هذيك الطريق، شوفوا هنايا كملت هذه الطريق. شوفوا انا قسمتها كما قلت لكم، يجيونا هنايا 6 لينوبلا، وتقدروا ديروا 5، يعني حسب يعني العرض تاع القاعده تاع الصاك تاعكم اللي راح تخدموا. شوفوا من بعد هنايا بعد ما خدمتو خليو 2 خيوط هذو، ونروح نزيد للطريق الثانيه. شوفوا نبقى ديما نقص يعني لينوبلا، نقص وحده تاع لينوبلا. كيفاش نقصوا؟ ديما يجيوك 2 خيوط الجهه اليمنى و2 خيوط الجهه اليسرى، وهكذايا تنقص لك لينوبلا، لان اللينوبلا تاعنا هنايا او غرزه مسطحه تاعنا فيها 4 خيوط حتى نكملوا وتجينا على شكل مثلث. شوفوا هنا البنات، هنا كملت الخدمه تاعي حتى بقى ديما نقصوا، نبقاو غير نقصوا حتى تبقى لنا غرزه مسطحه واحده فقط، ونتحصلوا على هذا هو المثلث. الطريقه هذا المثلث، ونجيو الجهه الثانيه نخدموها نفس الطريقه اللي خدمناها الجهه الاولى، نخدموا الجهه الثانيه نبداوها بستة لينوبلا، وحتى هنايا نكملوها جينا كذلك مثلث. شوفي هنا بعد ما كملت درت المثلث الجهه اليمنى والجهه اليسرى، نروح نخدم الجهات الاخرين اللي راهم فيهم عدد كبير تاع الخيوط، ونفس الطريقه يعني اللي نخدموا بها خدمنا بها المثلث، ولكن هذه ما تبقالناش مثلث، يعني ما نبقاوش نكملوا حتى المثلث. المهم احنا نحسبوا شحال الطريق اللي قعدت لنا في المثلث، نحسبوا شحال الطريق اللي جينا هنا، او نحسبوا يعني لي نوبلا، ومن بعد كي نحسبوا لي نوبلا كي يكونوا متساويين نحبسوا الخدمه تاعنا. طبعا هنا دوك نخدم نوريكم يعني واش نقصد نقصد يعني يكونوا الاخر عفوا الغرزه المسطحه تكون يعني متساويين مع هذيك الغرزات المسطحه اللي عملناها في المثلث. نبقى نخدم هكذا بالطريقه هذه.
شوفوا البنات هنايا، شوفوا بعد ما خدمت شوفوا وين نقصد هنا، شوفوا كيفاش نحسبوا. نشدوا المثلث نحسبوهم، او عفوا ماشي المثلث، نشدوا الغرزه المسطحه في المثلث ونحسبوا كما شفتوا. حسبت من هذيك اللي شفتوا كما خدمنا المثلث من هذيك الغرزه المسطحه ونطلعوا لفوق حتى نشوفوا شحال، ومن بعدها نحسبوا هنا شوفوا شحال. شوفوا هنايا انا لقيتها خصتني طريق راح نكملها. وهنايا انا جاوني تسعة لينوبلا. في المثلث نلقى 9، وهنا كذلك في هذا المستطيل نلقى 9 تاع الغرزة المسطحة. هكذا نبقى نخدم الطريقة هذه، نكمل هذه الطريق. شوفوا بعد ما كملت شوفوا نحسب هكذايا. شوفوا هنايا هذه هي القاعده، نحسب ونزيد نعاود نحسب. المهم يكونوا كيف كيف، يعني كيما شد لقيت منها 9 ومنها 9. شوفوا هنايا كملت كامل خدمتهم. بعد ما خدمتهم راح نقلبوه الصاك، نقلبوه على الخلف الطريقه هذه، خرجوه هكذا. هكذا بعد نقلبوه، بعدا نجيو نخيطوه. حنا كيفاش نخيطوه؟ طبعا ماش نخيطوه بالبرا والخيط، راح نخيطوه بنفس الخيط تاعو كيما راكم تشوفوا هنايا نفس الطريقه. شوفوا نشد هذاك، شوفوا هذيك لينوبلا الاخرى اللي خدمناها هنايا ولينوبلا الاخرى، شفتوا داك الخيوط زوج اللي يخرجوا بلينوبلا هذوك ما اللي نعقدوا. نجي الجهه ثانيه اي واضحه، شوفوا هنا راه واضحه. نعقدوا هكذا باش خاصه مبتدئين باش ما تروح لهمش الخدمه، اللي يكونوا هذوك وين يبداو باش ما يعني ما يروح لهمش الخدمه تاعهم، هكذا يعقدوا احسن. شوفوا من بعدا نشد انا داك اللي الخيوط اللي عقدتهم في بعضهم نخدم لينوبلا هنايا هكا بالطريقه هذه هكذا. وبعدين نرفد الخيط الجهه اليمنى والجهه اليسرى، خيط منا وخيط منا، ونحكم هاك زوج خيوط اللي خارجين من لينوبلا ديك اللي في القاعده، ونبقى نخيط بالطريقه هذه. شوفوا هنايا نزيد نخدم، نشد خيط منا. نظن انا الخدمه هنايا واضحه. شوفوا هنايا انا ما خدمتش هذوك زوج خيوط، علاش ما خدمتوش؟ كون نخدمهم يجيو راكبين على هذيك لينوبلا اللي خدمنا الدوزيام. لا جاو راكبين راح خسرنا المظهر تاع الصاك. لهذا انا خليت زوج خيوط ومن بعد نروح للخيط اللي بعدهم زوج ونخدم. يعني انا كل شوفوا هنايا انا كان هنا شويه الخيط قصير، نحاول باش نخدمه هكذا، نزير مليح ونزيد الخيط اللي قدامه ونروح نخدمه هكا بالطريقه هذه هكا. نزير نسينز كيفاش يعني نزير باش هكذا يتغلق معنا. وشوفوا هنايا الخيط اللي بعده هكذا والخيط اللي بعده من الجهه اليمنى والجهه اليسرى ما نخدمهمش. علاش؟ كون شوفوا انا كيفاش شوف كيف جربت درت هكذا تجربه، كون نخدمهم راح يجيو راكبين على بعضهم. انا مانيش حابه يركب على بعضه، حبيته يعني يجي شباب باش حتى كي نوقفوا الصاك تاعنا يوقف، يعني ما يجيش فيه هكذا فيه هكذا كما نقولوا حنا دودانات، ومن بعد كي نحطوه غير نحطوه ما يحبش يوقف لنا يطيح ويجي الشكل تاعو ماشي شباب. طبعا هناك هكذا انا ما ركبش كامل الخيوط هذوك، نخدم زوج لينوبلا ونخلي زوج خيوط، نخدم زوج لينوبلا ونخلي زوج خيوط. او شوف عينك هي ميزانك، يعني انت تقيسي الخيط تاعك وتشوفي اذا يركب لينوبلا اللي تخدميها تركب على اختها ولا ما تركبش. شوفوا هنايا كملت هكذا، كملت هذاك المثلث او جهه من المثلث كذا غلقته خيطته. شوفوا كيفاش خيطته هكذا. شوفوا الا كانت وحده مبتدئه حاجه كي تخلص تعقد هكذا، لان ندير لكم يعني المبتدئين باش هكذا باش تجيهم الخدمه سهله، يكون الخيوط واضحين وتجيهم الخدمه سهله. شوفوا هاك الخيوط خليهم، نروحوا للجهه هكذا الجوانب كامل الربعه نخدموا نفس الطريقه. انا ما حبيتش يعني نكمل معكم هكذا في الفيديو باش هكذا ما نطول. شوفوا هذا الفيديو شحال عييت ما نقص فيه وجا يعني 45 دقيقه، لهذا انا ما حبيتش نطول هكذا بزاف. شوفوا بعد ما غلقت انا الجوانب 4 نفس الطريقه الجانب اللي خدمناه الاول، من بعد يبقى لنا هنا الوسط نجبد كامل الخيوط هذوك نخرجهم هذه الطريقه هذه
شوف بعد ما خرجت كامل الخيوط ونروح نشد الخيط هذاك، زوج خيوط اللي يخرجوا من لين بلا، شتوك من لين بلا الاخر اللي خدمنا بها المثلث، هذه هي هذوك زوج خيوط اللي يخرجوا منها، هذوك هما اللي راح نغلقوا بهم الصاك هكذا. ومن بعد نروحوا للطريقه اللي خدمناها، هذه الطريق فيها زوج خيوط كذا يخرجوا منين بلا، هذوك زوج خيوط تاع النص هذوك هما، نشدوا خيط واحد ونروحوا الجهه الثانيه كذا نشدوا خيط واحد ونخدموا، نبداو نغلقوا هنايا لين بلا تاعنا. علاش حنا نخدموا خيط واحد؟ باش كما قلت لكم كون نخدم زوج خيوط هذوك في زوج، يعني نخدم زوج تاع لين بلا راح يجيو راكبين على بعضهم وما يعطولوش مظهر شباب للصاك. هكذا بالطريقه هذه هكذا نخليوها. ومن بعد نروح لهذيك لين بلا هذه، شوفوا هذه هذه اللي راهي قدامها مباشره، وروح كذاك اللي قدامها، ها هيك شوفوا واضحه، هذاك الخيط اللي خارجي هذوك نشد خيط منها كذاك، راح نخدم بخيط واحد فقط، هما خارجين زوج خيوط ولكن انا نشد خيط واحد فقط نخدم به. شوف كيفاش لين بلا يجيو قدام بعضهم، ما يجيوش راكبين على بعضها، راكم تشوفوا كيفاش يعني تجي وحده قدام وحده. ومن بعد مباشره نروح لهذاك الخيط اللي خارج بالجنب نخدم به كذاك. هنايا البنات شوفوا هنايا نفس الطريقه ديما نقيسوا، يعني ما نخدموش كامل الخيوط اللي راهم هذوك، لو خدمناهم كامل يعني كما قلت لكم راح يجيوكم دودانات في الحقيبه وما تجيكم شابه، ما تجيش مظهر تاعها شباب. لهذا ديما خص نخدموا، يعني نخدموا كاين وين نخليو الخيوط وكاين وين نخدمهم. شوفوا هنايا مثلا هذه، شوفوا هنايا نروح لين بلا دوزيام رايح نشد الخيط هذاك تاع الوسط، شد واحد فقط نخدم بواحد، والدوزيام ما نخدموش ونزيد الخيوط هذاك بالجنب عفوا اللي خدمنا به لين بلا نخدم بواحد وواحد ما نخدمش به هكذا باش ما تجيناش مغلوقه وما تجيناش راكبه على بعضها. وكذلك تقدروا نتوما تقيسوا بالخيط تاعكم وتشوفوا اذا كانت لين بلا تركب ولا ما تركبش على بعضها. اذا شتيها راح تركب طبعا ما تخدميش، روحي مباشره الخيط اللي قدامه، واذا لقيتيها ما تركبش على بعضها طبعا اخدمي عادي. كتشوفوا كيفاش راني ندير. هاك
شوفوا البنات، انا بعد ما كملت كي بقيت هنايا في النهايه انا ما كملتش، يعني رحت الجهه دورت الصاك تاعي ورحت كذاك نخدم نفس الطريقه اللي خدمت. علاش ما كملتوش؟ كان نكملو من بعد يجينيك شغل ما يجيش يعني المظهر تاعو شباب. افضل طريقه هي دوري الصاك تاعك كي تبقى لك هكذايا لينوبلا وحده ولا زوج، دوري الحقيبه تاعك ومن بعد تبداي تخدمي نفس الطريقه. ولكن هنايا شوفوا المهم تشوفوا انتم لينوبلا يكونوا مقابلين بعضهم. شوفوا هكذا بالطريقه هذه. اهم حاجه هو الاتقان في الخدمه، باش الخدمه يعني تكون شابه لازم تكون يعني تخدميها باتقان، وكذلك تكون فيها اسرار للخدمه باش تجيكم شابه، يعني ما تجيش كذا فقط شابه، لا تكون فيها اسرار. يعني انا نقدر نقول لكم روحوا كملوا مباشره حتى تكملوا يعني تغلقوا، ولكن بصح انا متاكده ماش راح يجي شباب، المظهر تاعو ما راحش يجيكم شباب في الاخر. يعني جهه تكون شابه والجهه الثانيه يعني يكون المظهر تاعها ماشي شباب، يعني المظهر تاعها غير لائق، او ما يكونش شباب يعني كما الجهه الاولى اللي بدينا بها. لان نبداو كيما الاولى كيما الثانيه، على كذا انا نفضل ندور الصاك ونبقى هكذا نخدم البلا حتى يتلاقاو في بعضهم ويكونوا هكذا قدام بعضهم كامل. شوفوا لي البلا كامل راهم قدام بعضهم. شوفوا هنايا البنات انا كالعاده نجيب نقطع هكذا الخيوط هاك الزايدين ونشوف نجيب هنايا. شوفوا هي دائما نقول لكم تقدروا تخليهم هكذايا، تقدروا تجيبوا هذيك اللصقه تاع القماش تلصقوهم، ولكن انا في الطريقه المفضله تاعي نجيب البريكي ونحرقهم ونلصقهم هكذا، نضمن باش الخيط ما يتسنسرش، ونضمن كذاك باش نلصق على بالكم نلصق مع الوقت كي تغسلوهم. هذو اللي صاك تقدروا تحطوه في الماشينه وتغسلوهم يعني بكل سهوله، تغسلوهم وتستعملوا في اي وقت. هكذا اللصقه ممكن مع الوقت يعني تروح. الطريقه هذه يعني تخليهم حتى 20 سنه للقدام ماش راح يتنحاو ذوك الخيوط يبقاو كذاك لاصقين. لان على التجربه عندي لي صاك اكثر من 10 سنين وقاعده نستعملهم وعادي هما. شوفوا بعد ما لصقت كامل بعد الاخر، هذه هي القاعده اللي كنت نقصد لكم. شوفوا كيفاش جاو اللي نبلاق قدام بعضهم. شوفوا كون ركبنا احنا الخيوط كامل اكيد ما راح يجيو هكذاك مستفين، راح يجيو راكبين على بعضهم. هنا راح نخدم اليدين. شوفوا لي صاك انا الحقائب او لي صاك اللي خدمت من قبل كنت نخدمهم مباشره، ولكن هذا الموديل فضلت انا يكون يعني منفصل، ما يكونش راكب مباشره، يكون منفصل. راح نوري لكم هنايا كيفاش راح نخدم اليدين تاع هذه الحقيبه. شوف هنايا انا قطعت هنايا 8 خيوط، كل خيط فيه 1.5 متر على حساب الحجم. اذا حبيتي طوال بزاف تقدري ديري حتى 1.70 1.80 متر، واذا حبيتيهم يعني قصار قل تقدري ديري حتى متر فقط تاع الخيط. ولكن انا شوفوا هذاك اللي درت يعني متوسطين، ماهم طوال بزاف ماهم قصار. شوفوا هنايا نخدم نشد 4 خيوط نخدم بهم لين بلان هكذا بالطريقه هذه، ومن بعد نجي نعمل ضفاره تاع 4، نعمل ضفيره نورمال تاع 4. اللي يعرف طبعا يظفر هي سهله. هاي شوف كيفاش راني نظفرها هكذا، نعدلها هاك بالطريقه هذه ونبقى نظفر هكذا. شوفوا انا بعد ما كملت هنايا كملت كامل اليد. هنا نحكم ندير لها نعاود نغلقها كذلك بلين وبلا باش ما تعاودش يعني تتفتح معنا وتجينا الخدمه سهله. شوفوا هنايا انا خدمت يد من قبل، نجيب هنا نقيسهم باش يكونوا قد بعضهم هكذا، نقيسهم نحطهم على بعضهم ونقيسهم باش يكونوا حجم واحد هكا، يكونوا كامل حجم واحد. ومن بعد نجيو نلصقهم بالطريقه هذه. شوف انا لصقت واحد هكذا باش انا نربح نسيي كيفاش نربح الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. شوف انا ركبت هذا واحد ونزيد نركب الدوزيام. شوف انا حسبت المثلثات هنايا هنا هكذا
نجي في المثلث الثاني ونحكم هذا هنا. شوفوا هنا وراني نركبها، شفتوا نحكم بالكروشي، نجبد الخيط هكذا لداخل بالكروشي هكا. ومن بعد نروح هنايا نزيد نجبد 4 خيوط بالكروشي في نفس البلاصه هكا بالطريقه هذه. ونزيد نفس الطريقه نروح للجهه الثانيه، راح هكاك نركبها نفس الطريقه اللي ركبت بها الاولى هكذا. هكذا بالطريقه هذه. هكذايا. ومن بعد ديك ساعه بعد ما ركبنا شوفوا كيفاش مركبين. المهم نتوما سيو كيفاش يعني تكونوا متاكدين باللي ما يجيكمش داير او ما يجيكمش معوجين هذوك اليدين. وراح نخدمهم هنا نغلقهم باش ما يعاودوش يخرجوا. نعاود نغلقهم باللي نبله، طبعا نخدم لي نبله هنا لداخل الطريقه هذه. شوفوا هنا بعد ما غلقتهم بلي نبله طبعا نزيد نحي دوك الزياده تاع الخياطه تاع الخيط عفوا. ومن بعد كالعاده انا هنايا ما خليهمش هكذا باش مره اخرى نضمن ما يتسنسروليش، ما يعاودش يتحلى داك الخيط ويعني من بعد يخرجوا اليدين. واش ندير؟ ندير كما درت في القاعده، انا نفضل نحرقهم ونلصقهم باش ما يعاودوش يخرجوا. ومن بعد حين نركبوا طبعا لا دوبلوغ راح نخيط له لا دوبلوغ بلا فيرميتور بالجياب لداخل، وراح هذا كامل يبقى لداخل ما يبانش. هو الافضليه يعني ديروا له هكذايا باش بعدا ما يتحلش. شوفوا هذه هي الحقيبه تاعنا بعد ما كملناها، يعني كيفاش خرجت ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله برك نقول لكم ان شاء الله عجبكم هذه الحقيبه وعجبكم هذا الفيديو. نقول لكم شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.